على الرغم من أن أدوارها الفنية اللي قدمتها كانت قليلة، لكنها نجحت في كل أدوارها اللي قدمتها. حبت الفن من طفولتها وشاركت في برامج الأطفال في التلفزيون قبل نهاية الستينات. مرتين قامت بدور أخت الفنان عادل إمام في فيلمين، وهما على باب الوزير سنة 1982 وخلي بالك من عقلك سنة 1985. الفنانة سوسن ربيع وقفت على خشبة المسرح قدام الفنان الكبير فؤاد المهندس في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة سنة 1979 مع الفنانة شويكار ومحمود الجندي. وسنة 1991 شاركت الفنانة سوسن بدر في بطولة فيلم نساء ضد القانون. سنة 1978 شاركت في المسلسل الكوميدي برج الحظ مع الفنانة سوسن بدر، وفضلت تقدم أعمال فنية متميزة لحد نهاية التسعينات. والفنانة سوسن ربيع اتجوزت وأنجبت طفلين، وفضلت إنها تعتزل الفن، وبعد حوالي 15 سنة من الغياب عن الفن قررت إنها ترجع تاني للتمثيل، وشاركت في سنة 2017 في مسلسل السرايا مع مجدي كامل وعبير صبري، ومسلسل زي الشمس سنة 2019 مع دينا الشربيني وريهام عبد الغفور. ورجعت للوقوف تاني على خشبة المسرح وقدمت مسرحية المتفائل مع سامح حسين وسهر الصايغ. والفنانة سوسن ربيع أصيبت بفيروس كورونا، تدهورت حالتها الصحية وتم حجزها في العناية المركزة وتوفت، وكان عندها وقتها 59 سنة.